مش هتصدقوني لو قلتلكم ان الوصفة دي احلى من البسبوسة واخف منها ب100 مرة. لو بتحب البسبوسة ما تكونش تقيلة كده، او انتوا عارفين ان البسبوسة تقيلة شوية، فدي اخف منها بكتير. عبارة عن ميكس ما بين الكيك والبسبوسة. هي مش رواني، هي حاجة ما بين البسبوسة والكيك، علشان بس هي قوامها مختلف شوية. ويا نهار ابيض على ريحتها اللي تجنن بجد. انا فضلت اشم في الصينية من كتر جمالها، كأنكم شارينها من المحلات بالظبط. بجد هتعجبكم وهتخلص في ثانية. مكوناتها بسيطة جدا، بس اول حاجة هنبدأ بالشربات او الشيرة. انا حطيت كوباية وربع من السكر، عليهم 3 كوبايات الا ربع من المية. لاحظوا ان السكر مش هيبقى عالي فيها قوي، يعني هتكون مظبوطة جدا للناس اللي ما بتحبش الحاجة مسكرة، وهتكون خفيفة قوي. حطيت كمان شريحة من الليمون علشان تدي نكهة. ما بنحطش فانيليا خالص، هو زي شربات كده. البسبوسة بيكون خفيف، بنرفعه على نار تكون عالية في البداية. اول ما بيبدأ في الغليان بنهدي زي ما انتم شايفين دلوقتي لمدة 10 دقايق، يعني بنحسب بعد الغليان 10 دقايق، وبعد كده بنطفي عليه ونسيبه يبرد. اهم حاجة لان هي هتكون سخنة والشربات يكون بارد. هنجيب طبق تاني ونحط فيه بيضة واحدة تكون كبيرة وحلوة كده، ونص كوباية من السكر. كمية السكر معقولة وانا مظبطاها علشان الناس اللي مش بتحب الحلويات مسكرة قوي، ورشة من الملح والفانيليا عشان بس زفارة البيض. وهنقلب كل المكونات دي. انا عاوزة البيض يكون يعني فاتح زي ما بنضرب خليط الكيك كده علشان تطلع معاكم هشة وحلوة. وفي الوصفة دي مش محتاجين ان احنا نضرب بعجان ولا بمضرب، لا بايدينا كده بالمضرب اليدوي كل حاجة هتكون تمام. وعاوزاكم تعملوا الحركة اللي انا بعملها دي، تميلوا البولة عشان كمية الخليط صغيرة شوية وتسهل عليكم عملية الضرب، وتلاقوا ان البيض لونه بيفتح في ثانية. جبت كوباية الا ربع من الزيت وبنزل فيها تدريجيا زي ما انتم شايفين كده علشان خاطر الزيت يتقلب حلو. استخدمت في الوصفة النهاردة الكوبايات الكبيرة اللي هي بتاعة العصير. استخدموا الكوبايات المعيارية او اي مج عندكم، بس اهم حاجة تلتزموا من اول الوصفة لاخرها بنفس الكوباية عشان المقادير تطلع مظبوطة. وهتلاقوني كاتبة بالكوب والجرام تحت في صندوق الوصف. حطيت كوباية الا ربع من الحليب برضو. وجوز الهند مهم لان هو اللي هيدي النكهة الجميلة. مش حابينه ممكن عادي تشيلوه، مش هيأثر في الوصفة. وعلشان انا بحبه حطيت 4 معالق كبار من جوز الهند. وهنحط دلوقتي نص كوباية من الدقيق، حوالي 6 معالق كبار. انا حطيت 3 قدامكم، بس حطيت كمان 3 والكاميرا اصلا كانت مفصولة. والدقيق مهم جدا ليه؟ لانه هو اللي هيربط الكيك مع بعض، يعني مش هتبقى كده سميد. دي السميد اللي انا هحطه دلوقتي لو حطيناه لوحده هيطلع الكيكة مفرولة. فاهمية الدقيق مهمة جدا جدا. انا جبت كوبايه من دقيق السميد او السيمولينا اللي هو بتاع البسبوسه، نفس اللي احنا بنستخدمه للبسبوسه بالظبط. وبنزل تدريجيا لان اصلا السميد بياخد وقت على ما يتشرب السوائل، فبنشوف كده اذا كانت محتاجه الكوبايه كلها ولا لا. انا حطيت الكوبايه كلها وهو ده القوام بتاعها، بس لسه هنحط البيكنج باودر. على ما رحت جبت البيكنج باودر لقيت السميد ما شاء الله تشرب السوائل بتاعتي. حطيت معلقه ونص كده من البيكنج باودر، يعني 10 جرام بالظبط، وقلبت. زي ما قلت لكم من شويه ان السميد بياخد وقت على ما يتشرب السوائل، وانا اتاكدت ان كميه الحليب كنا محتاجين شويه كمان علشان القوام يطلع مظبوط. فلما قلبتها زي ما انتم شايفين كده القوام بتاعها كان تقيل شويه، يعني زي البسبوسه كده. لا انا مش عاوزاه كده، انا عاوزاه خفيف شويه بيشبه قوام الكيك اللي احنا بنعمله. فالمهم علشان اوصل للقوام المظبوط اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي حطيت معلقتين كبار كده من الحليب، او ممكن تحطوا 3. المهم توصلوا للقوام ده. هتلاقوا ان الخليط بينزل كده، شايفين؟ مش تقيل. والحمد لله خلصنا من الخليط. هنبدأ بقى في تجهيز الصينية. الصينية دي مقاس 26 في 26، هتطلع سمكها مش تخين قوي. ممكن تحطها الافضل بقى في صينية 24 في 24 او صينية مدورة اللي هي بتكون مقاس 22 24. لا خلوها 24 احسن عشان السمك يكون حلو، اللي هي صواني البسبوسة اللي انتم متعودين تخبزوا فيها. بس المهم ما تكبروش عن 26 عشان ما تطلعش كده رفيعة. ويسويتها كده في الصينية بتاعتي. وهدخلها الفرن على حرارة 190، يعني ممكن تاخد منكم 20 دقيقة 25 على حسب الفرن. تاخد لون حلو من تحت ومن الجوانب. تشغلوا من فوق شوية، او لو الفرن بتاعكم حامي شوية خلوها 180. هتاخد معاكم من 20 ل 25 دقيقة، او ممكن توصل ل 30 على حسب قوة الفرن.
الفرن والحرارة تكون وسط، مش حرارة عالية ولا حرارة هادية عشان ما تنشفش. وما شاء الله بابا عشان خلاني اعمل معاه شاي نساني الفرن لمدة 10 دقايق على حرارة عالية، فعشان كده خدت لون جامد من تحت زي ما انتم شايفين يعني. وبعد ما طلعت وهي سخنة حطيت الشربات وهو بارد، وشايفين ما شاء الله يعني هي بتتشرب كتير، كل ما بحط كل ما بتتشرب، بس ما تحطوش كمية الشربات كلها، يعني نسيب نص كوباية على جنب كده ونحط باقي الكمية، لانها لما بيكون فيها شربات كتير بتبقى طرية ومش متماسكة قوي. سبتها تبرد ساعتين 3 على حسب صبركم، بس اهم حاجة تتقدم باردة، لازم تكون باردة يعني بحرارة المطبخ كده بتكون في قمة الجمال. انا متأكدة لما تجربوها هتدعولي، لان بجد طعمها حلو قوي وبتعمل كمية كبيرة من خليط قليل، وحتى المكونات كلها متوفرة عندنا في البيت ما عدا دقيق السميد اللي ممكن نروح نشتريه. شايفين عمالة اشم فيها ازاي؟ منظر بجد يضحك يعني، عمالة ماسكة الصينية واشم فيها لان ريحتها تجنن. انا مش هقول كلام تاني، انتوا شايفين المنظر عامل ازاي؟ جربوها وابعتولي الصور على الانستجرام، حطوا لايك لو حبيتوا الفيديو عشان الفيديو يترفع، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنت. اي سؤال او اي مشكلة في الوصفة او وصفات تانية اكتبولي في الكومنت. اشوفكم على خير، باي باي.